هناك بعض الأسماء لا تكون مجرد حروف، بل تكون كالسطور المخبوءة في كتاب قديم، وكلما قرأت فيها اكتشفت أسراراً أكثر. ومن بين هذه الأسماء اسم واحد دائماً يجعل الناس يشعرون بشيء مختلف، إنه اسم زينب. قد تسمعين هذا الاسم كل يوم، ولكن هل تعلمين أن أصل هذا الاسم أقدم بسنوات طويلة من كثير من الأسماء التي نستعملها اليوم؟ إن اسم زينب وجد في النقوش العربية القديمة قبل أكثر من 1400 سنة. بمعنى آخر، هو اسم عاش حضارات ومر عبر أجيال وبقي ثابتاً، وكأن الزمن لم يستطع أن يغلبه. والأصل اللغوي الحقيقي لهذا الاسم هو أحد الأسباب التي تجعل القصة تكبر أكثر. فاللغويون يقولون إنه جاء من الجذر زنب، الذي يعني تزين وازدان وتجمل. ومن هنا تولد المعنى: المرأة التي يزدان بها المكان، والتي يزداد الوجود جمالاً بحضورها. لكن القصة لا تتوقف هنا، فبحسب بعض المصادر القديمة كانت هناك شجرة تسمى شجرة الزينب، معروفة برائحتها الطيبة وثباتها ووقوفها شامخة. وكان العرب يشبهون المرأة الراقية الهادئة بتلك الشجرة التي تقف ثابتة ذات هيبة دون أن تتكلم. ومع مرور الزمن أصبح اسم زينب رمزاً للمرأة التي تجمع العائلة، المرأة التي يصنع حضورها السكون، والتي لا يكون صوتها عالياً ولكن كلماتها تسمع بوضوح، وكأنها آتية من عمق لا يدركه الكثيرون. والمثير أكثر أنه في المغرب كانت العديد من العائلات تسمي بناتها زينب، حتى تحمل منذ صغرها معنى الوقار، وتكون ابنة الناس بالفعل لا بالاسم فقط. كانوا يؤمنون بأن هذا الاسم يجلب البركة، وأن البيت الذي توجد فيه زينب بيت لا ينقطع عنه الخير. والمفاجأة أن علماء النفس في العصر الحديث اكتشفوا أمراً غريباً: أغلب الفتيات اللواتي يحملن هذا الاسم يملن بطبيعتهن إلى الهدوء وإلى الإنصات وإلى التفكير قبل الكلام، ولديهن قدرة فطرية على تهدئة التوتر في أي مكان يتواجدن فيه. وكأن الاسم ما يزال يحمل أثراً من المعاني التي خرج منها. وربما هذه هي قوة اسم زينب، ليست فقط في وقعه على ألسنة الناس، بل في الأثر الذي يتركه في حياتهم. اسم تجاوز الحدود وحملته الحضارات من الجزيرة العربية إلى الأندلس، إلى المغرب الكبير، وما يزال حتى اليوم من أكثر الأسماء التي تعود لتعطي الإحساس